هو بفلس فين؟ اخر دور فوق مش هتعرف تطلع. اطلع من هنا؟ ينفع؟ دي جديدة يعني؟ ازيك يا ابونا؟ الله يعينك. ادي الكنيسة. دي الدور من الادوار اللي بتشطب. الله ينور. على مالك يا ابونا، على مالك. كنيسة القوي الأنبا موسى الأسود والشهيدة أبولونيا والأنبا كراس السائح. هذه الكنيسة باسم الصليب تعتبر أول كنيسة كبيرة في شبه الخيمة تاخد تصريح كامل وبالمساحة ديت. طبعا جهود كبيرة تمت ونيافة الأنبا مرقص شغال شغل من نار علشان الكنائس اللي عنده تنمو وتكبر. لحد ما جه سيدنا افتتح الكنيسة الدور الأول. ايوه. اسم الكنيسة مين اختاره؟ اسم الكنيسة جه بعد العيد على طول، بعد ما صلينا زي ما حكيت الحكاية اللي فاتت دي، وبعد العيد قعدنا مع بعض في يوم بالليل كده بعد الخدمات على الساعة 10 بالليل، دخلنا المكتب وقعدنا لوحدينا أنا وأبونا سلوانس. ما كانتش الكنيسة ديت لسه جبتوا الأرض بتاعتها؟ ده أنا بحكي في 2014. لا يعني كمان سميتوا الكنيسة من قبل ما يبقى في كنيسة. قبل أي حاجة خالص. ده أنت متفائلين قوي. فبيقول لي طب لو سيدنا وافق نسميها إيه؟ قلت له بصراحة أنا كان نفسي يبقى عندنا حاجة نفسي نعمل حاجة باسم الأنبا موسى الأسود. أنا بحبه مع إني ما كنتش أعرفه يعني أو مش معرفوش، عارفه القديس أنبا موسى الأسود بس ماليش علاقة بيه. يعني قديس حلو وبتاع التايبين وحلو خالص، بس ما ارتبطتش بيه غير لما قضيت 40 يوم في دير البراموس. فمن هنا بدأت أحبه وأتعلق بيه ويعني تمام. فقلت له نفسي نعمل حاجة باسم كنيسة الأنبا موسى الأسود، إنه كمان ملوش ولا كنيسة في شبرا الخيمة كلها وتوابعها. قال لي طب والأنبا موسى وتبقى أنبا موسى وإيه؟ هو متواضع خالص أبونا سلوانس. قال طب أنبا موسى وإيه؟ قلت له العذراء والأنبا موسى كده بنفس الطريقة. قال لي أنا كان نفسي أعمل حاجة باسم الأنبا كراس، وبرضه مفيش أنبا كراس. قلت له خلاص يبقى الأنبا موسى والأنبا كراس والست العذراء أم الأنبا موسى وأم الأنبا كراس، فمش هتزعل يعني، أكيد هتفرح لأولادها، فخلاص يبقى أنبا موسى وأنبا كراس ونشوف سيدنا يعني. فراح قال لي خلاص طب مين يبقى الأول اسم أنبا موسى وأنبا كراس؟ ففكرنا اللحظة لقينا أنبا موسى شهيد وكاهن. وأنبا شهيد وكاهن. وبعدين فتحنا التاريخ برضو لقينا ان الأنبا موسى قبل الأنبا كراس ب40 سنة. تمام. فقلنا خلاص يبقى أنبا موسى أنبا كراس. لدرجة دي يا ابونا بتدققوا مين قبل طبعا مين قبل ما هو مين؟ ده نظام كنيسة مش بمزاجنا. تمام. فخدنا رأي سيدنا، فسيدنا رحب جدا ورحب جدا بالاسم كمان، لأنه مفيش أنبا موسى ولا أنبا كراس، كان مشجع جدا زي ما بقول لك ومشيت الدنيا. شكرا ربنا. هل ساعة الفكرة وبعد كده لما بدأتوا تتحركوا وتشتروا وتعملوا، هل جالكم إحباط من حد قال لكم انتوا بتعملوا ايه يعني؟ حد كسر مقاديفكم؟ هل تفتكر في أي حاجة اتعملت ما فيهاش دودة؟ فيها دودة، فيها اللي بيضحك في وشك وفيها اللي بيكشر في وشك، فيها اللي بيرحب بيك ويقول لك يا ابونا اتفضل كفايه تعبكم تعالوا خدوا بركه، وفيها اللي يعني عاملك يعني مش احسن حاجه، مش هقول وحش ولا حاجه بس مش احسن حاجه، لكن في ده وفي ده. تعرضنا طبعا لمواقف كتير مش بالضروره اذكرها ومش حابب اذكرها، خلينا في الايجابيات احسن. طيب احنا قلنا القوي العظيم الأنبا موسى الأسود والشهيدة أبولونيا
والانبا كراس السائح. مم. الشهيدة ابولونيا جت في النص، ايه أيوة. الحكاية؟ هي الشهيدة أبولونيا سيدنا اللي زودها، كان في أمريكا واتصل من أمريكا وقال اتصل مخصوص؟ يعني مخصوص في مكالمة تانية، يعني مش متذكر أوي، بس يعني اتصل بأمريكا من أمريكا بينا يعني، وقال كان يوم بالليل كده، وكانت الساعة حتى بالنسبة لنا في مصر هنا يمكن 11 ولا حاجة. وقال يا ابونا تخلوا كذا كذا، فقلنا سيدنا احنا ايه ولادك يعني، واللي نيافتك تؤمر بيه. سيدنا الانبا مرقس ليه كده حاجات محدش بيفهم ليه، بس لما بنخرب بنعرف ليه. يعني كتير من التسجيلات اللي احنا سجلناها لقينا سيدنا بيعمل حاجات وفجأة كده سيدنا بيغير الدنيا علشان حاجة بيشوفها، حاجة بيعملها، سيدنا رؤية سماوية كده بتهيمن على الموقف يعني. ايوه تمام. مين هي بقى الشهيدة أبولونيا يا ابونا؟ يعني قلت لك أول ما سمعت الاسم كنت عارفها؟ لا خالص. طب مين هي؟ أنا قفلت مع سيدنا التليفون ورحت داخل على جوجل على طول في نفس اللحظة، كاتب اسمها، وقعدت ما نمتش إلا لما قعدت أقرأ عنها شوية كده. طب احكي لنا عنها. بص، هي حكايتها مش كبيرة، تخلص في دقيقة. هي شهيدة اسكندرانية، مصرية اسكندرانية. تمام. من القرن الرابع، وهي مش صغيرة، مش شابة صغيرة، هي كبيرة شوية. هي كانت بتخدم الناس ومهتمية بعلاج الناس ونظافتهم والفقراء، وكانت حد مكرس حلو خالص. بتقول هي ما اتجوزتش رغم انها كبيرة، كانت مكرسة حياتها لخدمة ربنا. بعد شوية سمعت ان الوالي بيعذب في المسيحيين ومش عاتق حد، لا كبير ولا صغير ولا، فاتضايقت جدا وصعب عليها الناس، فراحت بنفسها للوالي وبخته، قالت له هو انت مش خايف انك تقف قدام ربنا في يوم من الايام تتحاسب على نفوس الناس؟ انت فاكر الناس دي ما وراهاش اله يغير عليها؟ انت ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ طبعا استغرب جدا من جرأتها وقوتها، فبدأ الاول يكلمها يلطفها وياخد يدي معاها، لعل يمكن لسنها ولا حاجة يستميلها لانها تبخر، وعرض على التبخير بالترغيب الاول، وبعد كده ما نفعتش بالترهيب، وفي الاخر بدأ يعذب فيها. من ضمن العذابات حتى تلاقي الايقونة بتاعتها قديسة ماسكة غصن زيتون عشان الشهادة لانها بقت شهيدة، وماسكة كماشة، اخر الكماشة الصورة مش واضحة شوية، فتلاقي فيه ضرس. ضرس في ايديها، لانه هو عمل ايه؟ من ضمن العذابات الشهيرة ليها ان هو خلع لها دروسها. يا ربي. فخلع لها اسنانها ودروسها الدروس دي مش زي دلوقتي. طبعا. وبعد شوية ادولها نار وقالوا لها هنرميكي في النار لو ما بخرتيش، يعني ما عندكوش حاجة غير ان بخر والنار. ايوه، طب يلا بينا على النار. وماتت بشهيدة مرمية في أتون النار. فهي حد حلو خالص. وبالمناسبة هي مشهورة بشفيعة مرضى الأسنان، فدي يعني لو حد عنده مشكلة في الأسنان أو الضروس، لا احنا مش هنسيبها. يبقى يعني يتشفع بيها يعني. يبقى القديسة الشهيدة أبولونيا، شهيدة من القرن الرابع من اسكندرية، قالت للوالي، وبخت الوالي. أيوه طبعا هيكون واحدة وفي وسط العذابات دي كلها تبقى عندها الجراءة تعمل كده، فمعنى كده ان روح الله يسكنها بقوة. بالظبط. ولولا كده ما كانش قدرت تعمل كده. بالظبط. واستحملت عذابات كتيرة. ولقبت بان هي بشفيعة مرضى الاسنان. وهي بالمناسبة مشهورة بره مصر اكتر من مصر. يعني في روسيا يعرفوها كويس جدا، وعامل لها كذا فيلم بالروسي، وعامل لها في اسكندرية يعرفوها، عامل لها كذا مسرحية برضو على اليوتيوب برضو باسمها، بس احنا ما كناش يعني اتشرفنا بسيرتها العطرة. طب بالمناسبة قلت لك ممكن تعمل لها حاجة؟ اعمل ايه؟ بتفكر تعمل لها حاجة؟ اعمل ايه؟ مش فاهم. تعمل لهم مسرحية، تعمل لها فيلم، تعمل لها الاول ده احنا لسه يا دوبك صبينا الدور الارضي، لسه بدري قوي يعني. بس في الخطة؟ لا مش في الخطة، لسه مش عارف، ما فكرتش قبل ما انت ما تقول لي الكلمة دي حاجة. طيب